ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. طب رجعت لكم فيديو جديد عن درجه عمل ارقام وهميه من جميع الدول. حرفيا كده يا صديقي، لو انت فاتك الفيديو اللي قبل دويتي عن طريقه عمل ارقام وهميه، اقسم بالله فاتك كتير، عشان انا شرح بالطريقه اللي انت ازاي تعمل رقم بكل سهوله، وازاي تفك تخمين عن اي رقم. عاوزك يا صديقي كده، ده فيديو جديد وتركز في كل حاجه، ومش عايزك تقدم اي حاجه كده عشان تفهم كل حاجه، وازاي تعمل رقم واثنين وثلاثه من جميع اي دوله، وازاي تفك تخمين برضه. هعرفك كل حاجه. عاوزك كده لو اول مره تتفرج عليا، عايز تخبط اشتراك ولايك كده وكومنت كده جميل منك، وخد لفه في القناه. اقسم بالله بننزل حاجه كده فوق العظمه، قربنا كده على 8K اخ واخت ان شاء الله، في هديه اقسم بالله اكتساح المجال. يلا بينا كده على شرح على طول عشان ما اطولش عليك. طبعا يا صديقي كده، اول ما تدوس كده على اللينك الموقع اللي انا سيبه لك في اسفل الفيديو، هيحولك على الموقع اللي انت شايفه ده. انا طبعا عارف ان الموقع ده نزلت قبل كده، بس انا حابب بس اقول لك على حاجه. اقسم بالله الموقع اللي انا بنزلها او اي شخص بينزلها، اقسم بالله بينزل لها تحديث تلقائي كده اوريدي كده، مثلا كل 24 ساعه، كل 48 ساعه، يعني كل يومين ثلاثه كده الموقع بينزل تحديثات للارقام كلها. تمام. يلا بينا نشرح كده على طول عشان ما تطولش. عندك طبعا هنا يا صديقي الموقع ده بيوفر لك عمل ارقام امريكيه، استراليه، تمام، كندا، وعندك هنا استرالي، عندك هنا فرنسي، عندك هنا الدنمارك، عندك هنا السويد، عندك هنا فنلندا، عندك زي ما انت شايف كده هولندا، وعندك هنا بلجيكا. تمام. طبعا يا صديقي اكتر ارقام شغاله في الموقع ده هو ارقام ايه؟ دوله هولندا ودوله فنلندا. تمام. يعني عاوزك تركز معايا، عندك الدوله ديت اللي هي فنلندا، وعندك دوله هولندا اللي هي الرمز بتاعها اللي هو 31، ودوله فنلندا اللي هو 3 5 8. تمام. بص يا صديقي، اول حاجه كده هسيب لك ايه؟ لينك الموقع ده في اسفل الفيديو، اول ما تدوس عليه هقول لك زي ما انا قلت لك على طول. تمام. تاني حاجه يا صديقي هسيب لك لينك الكود اللي انا هشرحه لك دلوقتي، اللي هو ايه؟ اللي هو ده يا صديقي زي ما انت شايف كده، وده يا صديقي كده كود فك تخمين على اي رقم. شفت لما انت بس بتحط رقم كده اهو بيظهر لك بعد ساعه على طول كده، وحاجه كده رخمه. عاوز اعرفك حاجه بس بسيطه، كل الناس اللي بتطلع تعمل ارقام اظن الموقع قفلت، او سافيوم قافل، تو ان ار قافل. طب انت بتتخيل بيقول لك هم بيعملوا الارقام ازاي؟ تمام. بيعملوا ايه يا صديقي؟ بيجيب لك كود تخمين كده، بيفك اي نمبر. تمام. بيحط اي رقم كده فيك اللي هو سافيوم، اي رقم كده عامه بيحطه مثلا في الكود اللي انا هديهم لك دلوقتي، ويفك معاه تخمين ويطلب كود. اقسم بالله بيطلب عادي تلقائي، بدون ساعه وبدون اي وقت. تمام. زي ما انت شايف. طبعا يا صديقي، طبعا في ناس بتقول لي طب انا هستخدم الكود ده ازاي؟ تمام. اول حاجه يا صديقي هتاخد عندك اللي هي الجيميلات دي كلها كده نسخ. تمام. تاخد كل حاجه دي نسخ. تمام. تاخد اللي انت عندك الجيميلات دي كلها كده نسخ. تمام. خش عندك الموضوع يا حب، ده اهم حاجه الموضوع ده. طبعا الكود ده انا منزله قبل كده، بس انا حولته لك بالالماني. تمام. في ناس طبعا عارفه في الحاجات دياتي تقول لك الكود بينزل يعني بيتحرج اوام. فعاوزك يا صديقي تاخد الكود عادي بتحوله باي لغه. انا مثلا كنت منزله لك انجليزي، انا حولته لك الالماني، وانت عاوز تحوله مهما كان اي صيغه دوليه. تمام. فعشان كده الفريق ايه الدعم يرد عليك ويقول ايه نظام رسالتك متغيره عن الاول، وبس كده. واهم حاجه طبعا لازم يا صديقي ركز في الحته دي، لازم يكون معاك جيميل متوثق. يعني ايه متوثق؟ يعني يا صديقي يكون كده معاك جيميل كده هو معمول برقمك، عشان ايه؟ انسان شخص كده، يعني شخص كده يرد عليك، مش روبوت. لو انت عامل كده جيميلات وهميه، اقسم بالله روبوت هيرد عليك رد عشوائي بس مش اكتر. تمام. وبس كده يا صديقي. طبعا انت تاخد كل حاجه، مثلا الجيميلات دي كلها نسخه كده، وتاخد عندك الموضوع كده نسخه برده، وتاخد عندك الكود يا ابن قلب اللي انت تحط فيه الرقم اهو. تمام. طبعا انت خدت كل حاجه من هنا زي ما انت شايف كده اهو، عادي مش هي مشكله. تمام. تطلع كده وتروح عندك على الجيميل اللي هو ده. تمام. تخش كده على الجيميل عادي كده. طبعا يا صديقي يطلع لك تعمل ده جيميل جديد. تمام. انت عاوزك تعمل جيميل جديد زي ما انا قلت لك، وتحط النمبر بتاعك عادي عشان يبقى جيميل متوثق، وتدوس عندك على القلم اللي هي كلمه انشاء عادي، مفيش اي حاجه. تمام. وزي ما انت شايف كده هتحط عندك يا صديقي اللي هو ايه الجيميلات اللي انا ناسخها كلها. طبعا ده مش جيميل واحد، ده كام جيميل. تمام. وتدوس عندك هنا اللي هو الانتر اللي هنا عادي، مفيش اي مشكله. طبعا يا صديقي بعد ما تحط انت الجيميلات وكل حاجه، تروح ترجع كده وتاخد الموضوع اللي انا قلت لك عليه، اللي هو الموضوع ده يا صديقي. تمام. تاخد الموضوع ده اهو كده، وتاخد الموضوع النسخ كده. بعد ما انت تحط الجيميلات تاخد الموضوع، بعد كده تاخد الكود عادي. تمام. تاخد الموضوع هنا وتحط الموضوع هنا اهو. شايف كلمة الموضوع اهو؟ اهو ده تكتب هنا، تنسخ هنا وتحط الموضوع هنا زي ما انت شايف. تمام. وتحط هنا انشاء رساله الكترونيه. ايه هي انشاء رساله الكترونيه؟ اللي انت ترجع برضو اللي هي الكود يا ابن قلب، اللي هي الرساله الطويله دي كلها. تمام. هترجع تاخد الكود ده كده نسخ كده عادي، وتحط الرقم اللي انت هتعمله، اللي انت مثلا تطلعه من الموقع. تمام. تحطه بالصيغه الدوليه بتاعته، وهتبعت للشركه، الشركه ترد عليك يا صديقي ومبروك عليك كده فك التخمين. تطلب الكود على اي رقم انت طلعته من الموقع بتاعنا، اقسم بالله يطلب معاك كود عادي بدون اي مشاكل. طبعا يا صديقي لو ما طلبش معاك كود ولا حاجه كده، تبقى ضغط بس مشاهدين وكده. في ناس يا صديقي بتجرب الان، يعني انت مثلا انت بتسمعني هنا، مش انت لوحدك بتسمعني، فكم واحد بيسمعني وكده. تمام. يلا بنك نخش على الشرح على طول عشان ما اطولش عليك. طب يا صديقي كده نخش كده على دولة. أول حاجة كده نخش مثلا على دولة عندك هنا اللي هي دولة هولندا. نخش كده عادي بدون أي مشاكل
زي ما انت شايف كده. وتدوس عندك لو طلعت كده تدوس علامة الاكس عادي، تمام، اللي هو ده علامة بس مش اكتر. وتدوس عندك كده على ايه، علم هولندا كده، يدخلك الارقام بتاعت هولندا كلها عادي. زي ما انت شايف كده تلاقي جميع ارقام كده هولندا، تمام، مش رقم واحد ولا اتنين، دي صفحة واثنين وثلاثة واربعة وهكذا، تمام. طبعا تختار اي نمبر كده بس ما يكونش محظور خالص، تمام. تختار نمبر عادي يكون شغال. مثلا نختار رقم اهو عشوائي بدون اي مشاكل. تختار اي رقم اهو. طبعا يا صديقي تاخده عندك هنا نسخ عادي، تدوس كده على ايه، دوسه مطوله على الرقم بتاعك وتدوس كده على نسخ عادي كده، هو اتنسخ معاك عادي مفيش اي مشكله. وهتلاقي عندك يا صديقي اهو من كام ساعه يعني في ناس بتطلب اهو فروم فيسبوك، وزي ما انت شايف هنا عادي ناس بتطلب عادي اكواد عشان ما حدش يقول لي الموقع ده كذاب، الموقع ده فيك ومش شغال، تمام. زي ما انت شايف طبعا انت يا صديقي اغلب الناس اللي هي بتشتغل على الموقع ده مش بتشتغل اصلا على حاجه اسمها واتساب، بتشتغل مثلا تيك توك، مثلا جوجل، عندك مثلا فيسبوك والكلام ده. لكن واتس تحس ان هم اصلا مش مهتمين بالواتس وكده. بس كده يا صديقي تاخد كده رقم نسخه زي ما انا نسخته كده وتطلع عادي وتحط على النسخه بتاعتك. او اهم حاجه يا صديقي تشغل الارقام ديت على نسخه ايه، واتساب رسمي او واتساب بالاعمال. ليه؟ لان اصلا اعظم الارقام كلها اصلا محظوره من النسخ المعدله، تمام. خش كده على النسخه عادي مفيش اي مشكله. دوس عندك من المفاجأة متابعك يا صديقي وتحط الرقم اللي انت نسقناه مع بعض كده اهو. طبعا دوس كده اهو وتكتب هنا رمز الدولة اللي هو رمز دولة هولندا اللي هو 31، تمام. طبعا انت بتقول لي يا اسطى انت تطلب كود اهو بدون ما تفك. لا بص اقول لك على حاجه، طبعا الرقم ده مش هيطلب معاك كود دلوقتي. ليه؟ لما انت تروح تفك عليه تخمين، تمام. تاخد الرقم اللي انت تختار اي رقم كده هولندا او فنلندا، اي رقم كده منهم نسخ وتحطه في الكود يا صديقي، تمام. وتبعت للشركه كده اقسم بالله يفك معاك عادي. وخش اطلب كود في اي وقت وان شاء الله يا اسطى يطلب معاك كود وبس كده. ويبقى مبروك عليك يا صديقي، عرفت طريقه السر. بس السر بقى اللي انت تعرف تعمل رقم واثنين وثلاثه زي الناس اللي هي بتعمل، اللي هي بتقول لك طريقه شغاله ومش شغاله وهي بتطلع في الفيديو بالشكل ده. يفك التخمين بعد كده يطلع لك في الفيديو يقول لك اثبات وانا بطلع لك الرقم. وبس كده يا صديقي ده كان شرح بتاعنا النهارده، ما حبيتش بس اطول عليك بس مش اكتر. وتلاقي طبعا ايه لينك الموقع ده في اسفل الفيديو، وطبعا لينك الكود طبعا اهم حاجه هيكون في قناه تليجرام. عايزك يا صديقي تخش على قناه تليجرام قبل ما انزل اي حاجه بنزلها لكم على قناه تليجرام. وبس كده يا صديقي، وما تنساش اللايك والكومنت الجميل بتاعك. واشوف وشكم بخير وسلام.